ولما كانت الليلة 12 اتخذت شهرزاد مجلسها لتقص على مولاها شهريار بقية قصتها قائلة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إن لما الدرويش الأول سمع كلام السياف وجري بكل قوته من الغابة، ملقاش مأوى له إلا بلد عمه الملك، وكمل حكايته وقال: رحت لعمي وحكيت له الحكاية، سمعني للنهاية، بس دموعه غلبته على غياب ابنه، بكى وكان لازم أواسيه وقف معاه في شدته، لكن عذاب ضميري قتلني من السر اللي مخبيه، وفي نفس الوقت وعدي لابن عمي منعني. قلت ما بدهاش، لازم أصارح عمي ده مهما كان من دمي. حكيت له كل اللي جرى، وبيني وبين نفسي بسأل هيعمل فيا ايه يا ترى؟ سمعني للآخر وكله ذهول، وتحول الذهول بعدها على طول لغضب وغيظ. قلبي اتخطف وهو بيقول: بقى كل ده يحصل لابن عمك وتداري عليا؟ ده انا دمي من دمك. يا ويلك مني، انا لازم اشرب من دمك. اتوسلت له واترجيته يرحمني ويسامحني على اللي عنه خبيته، وبعد كتير محايلة قبل اعتذاري وطبطب عليا وقال: مهما كان انت ابن اخويا، خلاص سامحتك، وجي الوقت اللي لازم اقولك على السر الكبير اللي ياما دريته كتير. ابني يوم ما قلبه مال وحب جنية، ويا ويلي من ده الحب، كدب عليا كتير ولف ودار، لومته ياما وبرضه نصحته مرات كتار، لكن آخر ما زهق مني واحتار فكر وبنى المقبرة اللي انت شفتها وأخدها ستار يقابل فيها حبيبته الجنية، وهو اختفى وكأنه كان واخد القرار. وهو بيحكي بكى غصب عنه. دموعه وجعتني، رحت ضمه وخدته في حضني، بكينا بحرقة من نار الغياب ووجع الفرقة. لما هدي قال لي: خلاص ما باليد حيلة، بس من الليلة انت هتكون انت أمير المدينة. قبل ما يسمع مني ردي سمعت دوشة كبيرة من بعيد، ولما الصوت قرب ووصل لعندي لقيتها طبول حرب وصياح فرسان وصليل سيوف. قلبي وقع في رجلي من الخوف، وقلت اجري على الباب واشوف. زاد الهرج والمرج في قصره، ولما سألنا عرفنا من حرسه إن الوزير اللي غدر بوالدي الملك في الأول قرب على مملكة عمي بجيش أكبر وسيطر عليها بسهولة، لا غاب ولا طول.
جه في بالي على طول السياف اللي أنقذني من غير ما يخاف، ونصيحته ليا إني أهرب، وإلا الوزير الطاغي هيكشف الخدعة ويقتلني أنا والسياف. فعلا هربت، وهداني بالي إني لازم أتنكر وأغير في هيئتي وحالي. ملقتش حل غير إني أحلق دقني وأبقى على استعداد أدور وألف في كل حتة في بغداد. يمكن أقدر أوصل للخليفة وأحكي له قصتي ويساعدني في تهتي وغربتي. وأثناء رحلتي قابلني الدرويش اللي على يميني ده. خدنا الكلام، وبعد اللف والحكاوي قابلني الدرويش التالت ده كمان، وبقينا احنا التلاتة نلف في المدينة حتة حتة، ما فوتناش يوم حتى. فضلنا على ده الحال حوالي 3 أيام، لا بنكل ولا بنمل ولا بننام، لحد ما وصلنا عند بيتكم وقلنا جايز نلاقيلنا مأوى نبات فيه بسلام. هي دي حكايتي كلها، ويشهد ربي على صدقها. ردت ذات العيون الجميلة عليه: حكايتك وعرفناها بوضوح، اتفضل يلا روح. اتنهد وقال: أحمدك يا رب، بس والله ما روح غير لما اسمع الباقي بيحكي قصته ويبوح، بعدها على طول هروح. وجه الدور على الدرويش التاني يحكي حكايته، فبدأ الكلام وقال: وعندئذ أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.